أنتم على موعد وحلقة جديدة وبرنامج شباب ورياضة. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة جدا من داخل دار الأيتام لذوي الاحتياجات الخاصة. هنشوف مواهب اتغلبت على مشكلة اليتم ومشكلة الإعاقة. خليكم معانا في برنامج شباب ورياضة. وبنواصل رحلتنا من داخل القسم الفني لدار الأيتام لذوي الاحتياجات الخاصة مع أخصائية الفنية الأستاذة هند. ايوه، هند نتعرف بيكي بقى. انا اسمي هند محمود. انا هنا اخصائيه فنيه بعلم الاطفال اللي هنا كروشيه وخياطه. في عندنا تأبيد نحاس. يعني احنا قبل ما نقول بقى النشاط الفني هنا، طريقة التحاقك بدار الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. انا رحت قابلت الدكتوره امل في القسم، في الفرع الرئيسي، المقر الرئيسي في مدينه نصر. رحت قابلت الدكتوره وجيت. انا كان يعني انت كنت حابة العمل في دار الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة؟ ايوه طب ليه؟ كده، انا يعني حابه الاطفال هنا، يعني حابه ان انا اساعد الاطفال اديهم يعني. انت حابة تشتغلي مع الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة؟ ايوه ايوه. يعني انا بعلمهم، في عندنا كروشيه، في عندنا. كنت عايزة، يعني أنا بس عايز استفسار صغير، عايزة تحققي أمنية ليكي مع الأيتام مثلا، ايوه، إن هم حد يعمل حاجة، حد يصنع حاجة، حد يتفوق في حاجة. عايزه يعني ان انا انمي قدراتهم الفنيه، وان انا يعني تنمي القدرات الفنية والقدرات الذهنية يعني، لأن في طاقات طبعا بتبقى داخلية عايزة اللي بيكتشفها يعني. ايوه. بنتكلم بقى على الأنشطة اللي أنت بتعلمها له. احنا عندنا كروشيه وعندنا خياطه، في عندنا تأبيد نحاس اللي هو زي ده كده، في عندنا اللي هو شغل سيراميك اللي هو على المرايات، في عندنا اللي هو النحت على الازاز واللي هو اللي هو ده. هم ما شاء الله هم اللي بيعملوا هم اللي بيعملوا. في عندنا نعيمة بتعمل خياطة وكروشيه، في عندنا محمود بيعمل اللي هو الأشغال اللي هي بالورود وكده. المنتجات أستاذ هند اللي بتطلع من المؤسسة هنا، هل المنتجات ديت بتبقى للبيع ولا بتستفيد بيها دار الأيتام بكل فروعها؟ احنا بندخل بيها معارض. في عندنا دلوقتي حاليا معرض أرض المعارض. يعني مش للبيع؟ لا، للبيع. بنعرض، يعني احنا بتعرضوها في المعارض يعني؟ ايوه، بنعرض منتجاتهم وبنبيعهم، والعائد بتاعها بنجيبه هنا للدار. برضه بيبقى بيخش على النواحي الفنية برضه وتنمية المواهب الفنية. ايوه. بتلاقي صعوبة في تدريب الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي انت هنا انت بتتعاملي بحاجتين، أيتام وذوي احتياجات خاصة، يعني هم اللي عندهم المشكلتين، أيتام وذوي احتياجات خاصة، بتلاقي صعوبة؟ هو طبعا في صعوبة شوية، بس يعني احنا بنحاول ننمي بنحاول نساعدهم على قدر الإمكان. تقدر تقول لنا ايه الصعوبة اللي بتقابلك مثلا في تعليمهم مثلا؟ اللي هي الإعاقة الحركية بتاعتهم طبعا، يعني بنحاول ان احنا نحرك لهم ايديهم مثلا يعني. والإعاقة الذهنية مثلا، التأخر في الكلام وهكذا. ايوه. سعيدة انت بالعمل معاهم؟ طبعا. احساسك ايه لما بتشوفي بعد ما بيتعلموا، ايه احساسك بقى بعد ما بتشوفي الولد او البنت عمل الحاجة اللي انت قلت له عليها، ابدع فيها يعني؟ طبعا كنت سعيدة طبعا ان انا يعني حاولت معاه، ان انا طلعت يعني، حاولت ان انا اطلع منه حاجة كويسة يعني. بتتمني ايه للدار وليكي؟ طبعا اتمنى ان هي تبقى احسن دار طبعا، يعني احسن مكان. وليكي على المستوى الشخصي؟ يعني طيب كلمة أخيرة من خلال شاشة قناة صحتي توجهيها لمين؟ احنا يعني حابة توجهي كلمة لمين، يعني توجهيها مثلا لأطفال القلوب اللي هم الرحيمة، ان هم طبعا دلوقتي ان هم يعني كفالة طفل يتيم زي ده طبعا يعني حاجة كبيرة، فهو طبعا محتاج منه الحنان والعطف والأمان. ف والطفل اليتيم واحد مننا. الطفل اليتيم في الدار هنا أيتام وذوي احتياجات خاصة، أبطال لمصر وأبطال للعالم. احنا في نهاية فقرتنا بنشكرك يا أستاذ هند، وبنتمنى لك مزيد من التوفيق وصناعة جيل
قادر ان هو يطلع كل مواهبه، قادر ان هو يتفوق. بنشكرك جدا. بنلتقي مع إحدى بنات الدار من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. نتعرف بيكي. اسمي أمان. أمان. أماني. أماني. أماني، أنت في الدار من إمتى؟ بقالي كتير. يعني مش فاكرة بقالك قد إيه؟ طيب وأنت في الدار حاسة بإيه بقى في وسط المجموعة اللي معاكي الحلوة دي؟ مبسوطة يعني في الدار ولا مش مبسوطة؟ مبسوطة. طيب بتقضي يومك إزاي بقى في الدار؟ بنصحى الصبح، بنلعب شوية، بعدين نيجي من المدرسة نذاكر، بعد المدرسة نذاكر بنلعب. تلعبي إيه بقى؟ أي لعب. أنت في سنة إيه بقى؟ أنا في سنة 5. سنة 5. شاطرة بقى في المدرسة كده؟ زي الأستاذة إيمان بتقول أنت، أستاذة هند بتقول أنت شاطرة فينا في الفن وشغل الفن، يعني شغل التربية الفنية. صح. انت مش عايزك تكوني مكسوفة كده، عايزك تتكلمي بقى قدام الكاميرا. بتحبي تكوني ايه لما تكبري ان شاء الله؟ أكون دكتورة. دكتورة ايه بقى؟ دكتورة ايه؟ اطفال؟ أكشف عن الممرضين. دكتورة بقى تكوني جراحة تعملي عمليات، ولا دكتورة اطفال؟ أطفال. ليه بقى؟ عشان أكشف على الأطفال. ايه؟ أكشف على الأطفال. تكشفي على الاطفال. طيب انت عملتي ايه هنا بقى في الركن الفني هنا؟ ايه اللي انت عملتيه؟ بوكي ورد، بوكي ورد ودي. انت اللي عاملة دي؟ انت ومين؟ طب امسكيها كده نشوفها. انت اللي عاملاها؟ أنا وهند ساعدتني فيه. ديت ايه بقى؟ طب عرفني بقى كده الناس الاطفال اللي بيتفرجوا علينا والبنات الجميلات اللي زيك كده، قولي لهم ايه دي بقى؟ دي مش انت اللي عاملاها؟ انت وميس هند؟ اسمها طاقية مثلا ولا كاب ولا اسمها ايه؟ طاقية. ده ايه بقى اللي بيلبسها؟ مين بقى؟ مين اللي يلبسها؟ يلبسها بقى البنات. طب تقدري تقولي لنا عملتيها بايه؟ ها؟ طب اقول لك انا معمولة بايه؟ طيب احنا بنشكرك وبنتمنى ليك ان شاء الله مزيد من التوفيق والتفوق. شكرا. شكرا. بنشكركم وانتظرونا في الفقرة القادمة من داخل دار الأيتام لذوي الاحتياجات الخاصة. من داخل القسم الفني بدار الأيتام لذوي الاحتياجات الخاصة بنلتقي وإحدى بنات الدار من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. نتعرف بيكي. نعيم. نعيمة ايه؟ نعيمة محمد. نعيمة، بقالك كام سنة هنا في الدار؟ 3 سنين. 3 سنين. بتدرسي؟ اه. بتدرسي ايه؟ عربي وحساب وانجليزي. يعني في سنة كام بقى؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. هنا في الدار ساعدوكي ان انت تتحدي الاعاقة بتاعتك، وكمان تتفوقي في المجال الفني في القسم الفني. اشهر حاجة عملتيها في القسم الفني هنا ايه؟ بعرف اعمل اسدالات واطقم سراير تمام. وبشتغل كروشيه وبعمل تعبير نحاس ومرايات وحاجات من دي. طيب انت كده بتقدري توفقي بقى بين الدراسة والشغل، الموهبة والحاجات الحلوة اللي انت بتعمليها دي؟ بناخد اجازة خميس وجمعة وسبت وبنشتغل هنا. يعني الاجازة بتاخديها خميس وجمعة وسبت، بتيجي بقى بتتعلموا مع ميس هند وتنموا الموهبة بتاعتكم. تقولي ايه للايتام وذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من خلال شاشة قناة صحتي؟ نقول اللي احنا نفسنا نتعلم كمان وكمان وربنا يهدينا كده ويكون. ربنا يا رب يحقق لك كل امانيك ويحقق كل اماني الايتام يا رب. حابة تكوني ايه بقى؟ مدرس كمبيوتر. ليه بقى حابة تكوني مدرس كمبيوتر؟ عشان نفسي اعلم اخواتي الصغيرين. مين بقى اخواتك الصغيرين؟ اللي هي اماني وآية والبنات. كتير قوي اخواتك هنا، كتير قوي. ده روح جميل ان انتوا هنا كلكم مع بعض اسرة واحدة وبتعتبروا بعضكم كلكم اخوات، وفعلا بالفعل انتوا اخوات. ودي روح جميلة من ادارة الدار ان هي خلتكم كلكم في مجموعة واحدة وايد واحدة. طيب قولي لي بقى حكاية الكمبيوتر معاكي. بعرف اتعلم عليه كل حاجة، متعلمة كل حاجة عليه. اتعلمتي عليه ايه بقى؟
بعرف اتعلم ان انا افتح برنامج الكتابة واكتب، وبعرف اطبع، وبعرف تيجي بقى على الوورد وبعرف حساب عربي عليه برضه. يعني انت امنيتك تكوني مهندسة كمبيوتر، واحنا بنتمنى لك وبندعو لك وان تكوني مهندسة كمبيوتر، بس ده طبعا عايز اجتهاد منك اكتر وتحدي اكتر من بطلة زي بروح المدرسة وما برضاش اغيب عشان اتعلم عليه. التعليم على الكمبيوتر. طب مش في الدار هنا كمبيوتر؟ في بس هما من بيكتبوا عليه شغل وكده، فانا بعمل في المدرسة. واحنا بنتمنى لك ان شاء الله مزيد من التفوق ومزيد من الاعمال الحلوة اللي انتوا بتعملوها هنا في القسم الفني. شكرا. بنشكركم وانتظرونا بنواصل رسالتنا في دار الايتام لذوي الاحتياجات الخاصة. من داخل القسم الفني بدار الايتام لذوي الاحتياجات الخاصة بنلتقي مع احدى بنات الدار. نتعرف بيكي؟ فاطمة. فاطمة. فاطمة علام. طب نعلي صوتنا بقى فاطمة كده، انت عايزة تنامي ولا ايه؟ فاطمة علام حسن عبد الباقي. فاطمة، انت جيتي الدار من كام سنة ولا مش فاكرة؟ مش فاكرة. طيب اتغلبتي ازاي على الإعاقة في الدار؟ ما اعرفش. لا يعني انت اتغلبتي ازاي ان الصعوبة اللي بتواجهك، انا شايفك يعني في شوية تعب كده مثلا في عينيكي، ازاي قدرتي بقى هنا في الدار يعني يوجهوك ان انت تعملي اعمال فنية جميلة كده؟ انا اعمل هنا اعمل بتاع ده اسمه ايه. عملتي ايه بقى اشهر حاجة عملتيها هنا؟ انا بحب الخرز، وبحب اي حاجة هنا. ما انتش فاكرة عملتي كده حاجة هنا في الدار كده في القسم الفني؟ انا بعمل خرز وبعمل وكل ورد بس. جميل خالص. بكيلو ورد بتعمليه بايه بقى؟ يعني لما احط بتاع الورد في اخرزه في البتاع، واحط بعدها واحدة بعدها كل شوية بعدها ما يخلص خالص. انت بتدرسي؟ انا بدرس مع النسات في سنة كام بقى؟ سنة تالتة ابتدائي. ثالثة ابتدائي. مبسوطة بقى في الدراسة كده؟ شاطرة طبعا. نفسك تكوني اما تكبري؟ دكتورة ان شاء الله تبقي احلى دكتورة في الدنيا كلها ان شاء الله رب العالمين. كلمة توجهيها للبنات اللي زي كده بيتفرجوا علينا تقولي لهم ايه؟ انا حلوة، انا كويسة، وفي الدرجة انا كويسة ان شاء الله، وربنا يوفقك. وبشكرك جدا. شكرا. من داخل القسم الفني بدار الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة معانا علي أصر يورينا اللوحة الفنية الجميلة اللي هو عملها واللمبة اللي عملها. علي، انت اللي عملت دي؟ ننزلها بقى شوية كده عشان نشوف الايه عملتها. عارف عملتها ازاي؟ انت بتنورها بقى؟ مين بقى اللي قال لك تعمل ديت؟ انت لوحدك قعدت كده وانت قلت احط ديت هنا، دي اللمبة قلت احطها بقى. انت حطيتها كده بتتفك بقى كده. وبعدين السلك. علي دلوقتي بيشرح لنا السلك حطه من تحت. انت فتحت دي بقى كده علي عشان تحطه وتوصل اللمبة. اسمه ايه ده بقى؟ دبدوب ولا مسميه ايه ولا مش مسميه ايه بقى؟ مسميه علي؟ يعني انت ده مسميه علي؟ طب انت علي وهو علي، انت كل يوم بقى بتعدي تشوف علي؟ ماشي. انت بتحب علي ده اكتر ولا علي ده؟ وده بعدين؟ ده حبيبك برضه. طيب علي ده انت بتحطه كده، بتحطه هنا كده. ماشي علي. بينور بقى لما نحط الفيشة في الكهرباء ينور. بس انا شايفك علي مش شايله على طول معاك يعني. انت بتيجي كل يوم بالليل تاخده في حضنك كده علي؟ انت مبسوط بقى انك انت عملته ده؟ لما عملته بقى كنت حاسس بايه بقى؟ مبسوط يعني. ماشي يا علي، ربنا يوفقك كده يا رب. وعايزين بقى ايه كمان تعمل لنا علي كمان، يبقى 3 علي. ماشي يا علي، ربنا يوفقك. وفي نهاية فقرتنا طبعا بنشكر علي على المجهود اللي هو عمله. هو عمل علي صغير، وهيوعدنا الزيارة الجاية هيعمل لنا علي كبير، يبقى في معاه 3 علي.
فانتظرونا في الفقرة القادمة من داخل القسم الفني بمؤسسة دار سندس للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. من داخل القسم الفني بدار الأيتام لذوي الاحتياجات الخاصة في ورشة العمل. بنتعرف فيكي. ايه جميل. ايه بقالك قد ايه في الدار ايه؟ 7 سنين. 7 سنين، وبسم الله ما شاء الله عليكي. انا شايفك الإعاقة الحركية اللي عندك، انت تحديتي الإعاقة الحركية، تحديتي كل حاجة، وتحديتي ان انت يتيمة وهنا في وسط اخواتك وبتعملي حاجات جميلة جدا. ممكن تعرفينا بقى بتعملي ايه؟ ده تأبيب تأبيب بصي بقى للكاميرا كده. ده تأبيب نحاس. أول صورة تبقى بالشكل ده، نوريها للكاميرا. تبقى رسمة، وبعدين نجيب الحديد والشاكوش ونحدد عليها، وبعد ما تخلص بنشيل اللزقة شبه دي كده ونحطها ونجيب الخشب ونعمل عليها. يعني انت بتجيبي ورقة وبترسميها على النحاس. طيب ازاي بقى بتشكليها؟ يعني ازاي بتبقى بارزة كده اللوحة؟ بنجيب الحديدة. ايوه الحديدة اللي هي ديت. طب وريها بقى، نوريها الحديدة اللي هي ديت، ونقوم جايبين الشاكوش ونقوم مقببين عليها كده، تطلع الشكل ده كده. ميس هند اللي علمتك ده؟ طيب انت اللي عملتي دي طبعا. بعد كده بقى بتعلقيها بقى ولا بتروح فين بقى؟ لا، بنوديها معرض وبعدين نعلقها هنا. طيب انت بتدرسي؟ في سنة كام؟ سنة 6 ابتدائي. 6 ابتدائي. حابة تكوني ايه اما تكبري؟ مدرسة. مدرسة ايه؟ دراسات. اشمعنى الدراسات بقى؟ عشان بحب الدراسات؟ تحبي تكوني مدرسة؟ واحنا عايزينك تكوني احسن مدرسة. مش تقولي ايه اللي بيتفرجوا عليها دلوقتي من خلال شاشة قناة صحتي؟ تقولي لهم ايه بقى الاطفال كده اللي في سنك؟ انت بطلة، تحديتي الاعاقة وتحديتي حاجات كتير وعمالة بتعملي لنا حاجات حلوة اهي، وكمان هتبقى مدرسة دراسات. تقولي لهم ايه بقى؟ عايزة تقولي للاطفال اللي بيتفرجوا علينا ايه؟ مش نقول لهم مثلا بدل ما يناموا ويبقى في كسل نذاكر ونعمل حاجات حلوة زي اللي انت بتعمليها؟ طيب ما انت عارفة، يلا قولي بقى. نذاكر ونشتغل ونبطل فرجة على التلفزيون ونصلي ونصوم. عايزة تقولي حاجة تاني؟ طب نقول لك انت حاجة تاني؟ نقول لك ايه بقى؟ نقول لك ربنا يكرمك ويوفقك، وان شاء الله تبقي افضل مدرسة ومعلمة لاجيال قادمة ان شاء الله. شكرا. ومعانا بعتبره اسطورة يعني ماجد. ماجد في دار الايتام لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني حصل على 3 بطولات و3 ميداليات، ودلوقتي في القسم الفني بسم الله ما شاء الله برضه بينمي موهبة الفن. انت ماجد يعني نفتكر كده، انت واخد بطولات في ايه بقى وفي ايه؟ السباحة وكرة القدم وكرة السلة. سباحة وقدم وسلة. ودلوقتي بنعمل ايه بقى؟ تأبيب نحاس. تبييض نحاس؟ لا، تأبيب. طب ده احنا عايزين نعلي صوتنا بقى عشان انا اسمع كمان والمشاهدين يسمعوا. تأبيب نحاس. طيب ازاي بقى بتعمل تأبيب النحاس ده وفايدته ايه بعد ما بتعمله؟ يلا اشرح لنا كده. بعمله، بجيب البتاعة دي. ايه دي بقى؟ ما نقول اسمها. الخشبة. وفي صورة بتبقى جاية لنا عليها. اه فانا بقببها زي دي كده، مقببها من ورا. وبعدين اجي بشيل اللزقة ومن ورا وحبة واعمل عليها كده عشان تبقى زي دي. وانت اللي عملت دي؟ وبعد كده بتطلع كده لما نقببها عشان تطلع تخينة من قدام. بعد كده بتروح المصنع وتتعرض وتيجي هنا تاني تتعلق. يعني بتروح تتعرض فين بقى؟ في المعرض ولا في المصنع؟ في المعرض. انت امال بتقول المصنع ليه بقى؟ انت عايز تقولي بقى بالظبط مصنع ولا معرض؟ معرض يا ماجد. طيب نوريها كده بقى للمشاهدين، نوريها للكاميرا كده الحاجات الحلوة اللي عملها ماجد. ماجد انت عايزك بقى تحكي لي حكايتك كده
في دار الايتام وذوي الاحتياجات الخاصه بسرعه كده، بطولات بتحققها، وكوره وسله، كره قدم وسله وسباحه، وقسم فني بتعمل حاجات جميله جدا. بتلاقي وقت ازاي يعني؟ بنكون فوق، ولما نكون لما لما بنعمل حاجات بننزل تحت وعاملينها زي الشكل ده. يعني انت بتنظم وقتك ازاي يا ماجد بين ممارسه الرياضه وان انت تاخد بطولات وميداليات ذهبيه وفضيه وممارسه موهبتك في الفن؟ بتلاقي يعني بتنظم وقتك ازاي، او مين بينظم لك وقتك؟ المشرفين هنا بينظموها، وانا بتدرب على كرة السلة وكرة القدم وكل كرة السلة والقدم والسباحة بتدرب عليهم، وبتذاكر طبعا؟ باخد ميداليات وبذاكر. واحنا بنتمنى لك التوفيق يا ماجد، وان شاء الله كده عايزينك بقى ايه، بطل بقى في كل حاجة. يعني انت بتحقق بطولات في ممارسة الرياضات المختلفة اللي بتعملها، وبتحقق حاجات جميلة ومواهب جميلة، وعايزين نشوف منك مواهب تانية بقى ان شاء الله. نقول كلمة بقى للي بيتفرجوا علينا دلوقتي من خلال شاشة قناة صحاتي. شكرا. احنا اللي شكرا يا ماجد، وربنا يكرمك ان شاء الله، ويكرم كل زملائك. بنشكركم من داخل دار الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة. شفنا حاجات كتيرة مبدعة، حلقة على المستوى الشخصي انا بتشرف بيها، حلقة خاصة جدا بنقدم فيها رسالة مش بس للايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بنقدمها لكل مصري. ذوي الاحتياجات الخاصة ما وقفوش ان هم ايتام، ما وقفوش ان هم اصحاب احتياجات خاصة. عشان مصر وعشانهم لازم نبذل المزيد من الجهد. بنحقق ذاتنا، بنتحدى اعاقة، بنتحدى بنتمنى المزيد ان شاء الله، والتوفيق لدار الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة العاملين فيها، وكل المشاركين سواء بمال او بجهد. وبنتمنى يا رب يا رب يحقق امال الاولاد الصغيرين الايتام من اصحاب الاحتياجات الخاصة. بنشكركم والى اللقاء. كنتم مع برنامج شباب ورياضة. انتظرونا الاسبوع القادم وفقرات كتيرة جدا فقط من اجل مصر في برنامج شباب ورياضة.